بسم الله. نبدأ في كلامي وخير القول نبدأ بالسلام عليه الرسول صلاة وسلامي شفيع الكل في يوم الزحام، وللأجواد نهديهم سلامي سلام بود ديما واحترام، اللي في الأصل من خيرة سامي اللي في الحق ما يخشى ملام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراث الأبوادي. يقولوا كل واحد عنده فيه قايس مربى، عن كل العرب كميه ما يحكيبه، وقليل من طاح في عزم زين صبربه، وواجد اللي منهم كتب تعزيبه، ومنهم اللي عنده رفيق ضربه، ويا ويل من كانت علته في قريبه، ومنهم اللي جرحه كبير احتربه، عليه ما جراه وحل في تطبيبه، ومنهم اللي قسمه مخاطي ضربه، حال اقسام غلاه دون حبيبه، ومنهم الشاوي في عز الطربه، يسيل دموعه غصب ما هو بيده، خوف النقيضة والعرب تسخربة، يشن عبرطة بالضحك وسط نحيبة، كيني مواجع والزمن دايربة، فوق الظهر شايل حمول صليبة، ومنهم اللي داير غلاوة لعبة واليوم فارقة وطالت عليه الغيبة، ومنهم اللي شاوي في حالة صعبة، راقد رياح يموج خالي جيبة، يا صاحبي مشيل هم الكربة، خليها عليه مولاك عالم غيبة، وين ما يضيق الوقت تستجربه، يأتيك الفرج من حيث لا تدريبه. اليوم في حلقتنا نتمنى تكون حلقة ممتعة وتنال إعجابكم. مع بعضنا نتناول بالتفسير مصطلح نسمعوه واجد في الشعر الشعبي وغناوي العلم، مصطلح الفاهق. إيش المقصود بالفاهق؟ نحن لو ردينا مع بعضنا لورا البحث في مصدر كلمة الفاهق في اللغة العربية اللي هي لغة قريش اللي نزل بها القرآن، تلاقي كلمة فاهق أو فيهق تعني الشيء الواسع، وحسب ما ورد في القاموس المحيط كلمة فاهق أو فيهق تعني الشيء الواسع أو الفتحة الواسعة. وإذا تطرقنا إلى الحديث الشريف نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال أن رجلا خرج من النار فيدخل الجنة فتنفيق له، بمعنى تفتح له وتتسع. وفي المعجم انفهق الشيء يعني اتسع، والفيهق هو الواسع من كل شيء. لكن طبعا مع مرور الوقت أصبحت عند العرب تنطق فاهق للتخفيف. كلمة فاهق من المصطلحات الشائعة والمتكررة اللي ديما ذكروها الشعراء في الشعر الشعبي وفي غناوي العلم، ويقولوا كل واحد يغني على فاهقه. المقصود ان كل فنان يغني على جرحه وعلى الموال اللي سير معاه. وفي البداية نريد نعرف مع بعضنا ايش المقصود بكلمة فاهق، وايش الارتباط والصلة بينها وبين الشعر الشعبي. الفاهق يقولوا عربنا فهق البيت يعني دير له فاهق، فالفاهق هذا المقصود به الفتحة اللي يديروا فيها البوادي في الخيمة او بيت العرب بين الرواق اللي هو جدار البيت وبين سقف البيت، وتكون في فصل الصيف للتهوية، ويتم تدقيق الفاهق بالإخلال في فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو، والكون ان الفاهق هذا يسبب مشكلة كبيرة لأهل البيت خصوصا في فصل الشتاء، لأنه بيسمع بدخول الهواء الغير مرغوب فيه. ومن هنا اتخذوا الشعراء كلمة فاهق للتعبير عن مشكلة يعانوا منها أو جرح معاهم بسبب فقد حد عزيز عليهم. والفاهق بينشأ لعدم خبرة أهل البيت أيضا، وللدلالة على شطارة وحرارة صعبة البيت من عدمها. فيقول العرب الأولى الحرة بيتها دافي في الشتاء وخالي من الفواهق. فكلمة فاهق تطلق على الفجوة أو الفراغ المادي أو الفراغ المعنوي اللي يسبب غياب شخص عزيز كالصديق أو المحبوب. وهذا هو السبب الرئيسي لارتباطها بالشعر الشعبي، كيف ما تقول غناوة العلم على العقل باينات اليوم فواهق عزيز وغيبته. ويطلق أيضا الفاهق على المرض، لما تنشد حد تقول له ايش فاهقك بمعنى ايش مرضك. كيف ما يقول الشتاي ابكي يا عيني عندك حق عزيز مخلف لك فاهق ابكي يا عيني. والفاهق طبعا هو المساحة أو الفجوة اللي ما يسدها حد ويقعد مطرحها فاضي مع غياب الشخص المقصود. كيف ما تقول غناوة العلم فواهق وضيقة علم بان اليوم والعين نازحة. وين ما يقولوا الغناوة جت على الفاهق المراد بيها ان الغناوة جت على الجرح او جت على خاطر الشخص المستمع للغناوة،
كيف ما يقول الشتاي فيهك شين عزيز غيابه، غير المكسور مرضي نابه، فيهك شين عزيز غيابه. بمعنى ان غياب العزيز مرض كبير ومعاناة كبيرة، لكن أرضينا ما قسم الله لنا. ولذلك الكل جانب في الشعر يطلق عليه فاهق، تلاقي فاهق الصوب، فاهق الغلا، فاهق الفقد، وهكذا. كيف ما يقول الشتاي عادل اليتيمي طقينا كل فواهقنا، غير عقب فاهق عوقنا طقينا كل فواهقنا. وأحيانا الشاعر يلتمن عليه أكثر من فاهق ومن كل جهة ويوحل فيهن، لكن ربك كفيل بسدهن. كيف ما يقول الشاعر ملتمات علي فواهق، والفاهق قارن في فاهق ملتمات علي فواهق. الله غالب التمن الفواهق اثنين وحل فيهن صاحبهن. للأسف انتهت حلقتنا، لكن على وعد متجدد معاكم كل يوم 4 وبث جديد من برنامج تراث البوادي. تقبلوا تحياتي، كان معاكم بهاء الفيدي.